الفل عليكم وحلقة جديدة من حلقات حكاوي تاوي. النهاردة الحلقة عن ديانة المصريين القدماء وقد ايه هم كانوا بيؤمنوا بفكرة المسؤولية والحساب بعد الموت في الحياة الآخرة. واحنا قلنا قبل كده عن إيمانهم بالبعث والخلود. هنا بنوضح بقى ايه فكرة إيمانهم بالمسؤولية والحساب بعد الموت وفي الآخرة. ودي جت لنا الحقيقة من متون الأهرام، حاجة اسمها متون الأهرام ومتون التوابيت وكتب الموتى. ودي الحقيقة نصوص جنائزية مقدسة بتتناول أمور دنيوية وأخروية وفلسفية عن الحياة الآخرة. فمن أكثرها أصبحت واضحة قوي بقى في كتب الموتى، يعني متون الأهرام ظهرت الأول، بعدين متون التوابيت، بعدين كتب الموتى اللي هي كانت بتسجل على يعني جدران المقابر وعلى توابيت يعني الموتى. فبتصور لنا بقى صورة أوضح صورة ليها، يعني وصلت لنا وأشهرها صورة بتصور ميزان بينصب ويوضع قلب المتوفى في كفة، باعتباره إن القلب ده مصدر النية والضمير والمشاعر. زي ما احنا عندنا مثلا في الأديان السماوية أو في الإسلام يقول لك إلا من أتى الله بقلب سليم، وإن القلب ده هو مناط التكليف والعمل، والإنسان محاسب على ما في قلبه. فيوضع القلب في كفة، وفي الكفة الأخرى توضع ريشة بترمز من حيث اللفظ إلى كلمة إيه؟ ماعت. كلمة ماعت بترمز للعدالة، لأن إله العدالة اسمه ماعت، وترمز من حيث الصورة إلى دقة الوزن وحساسيته، يعني وزن الريشة. ودي هنلاقي لها مرادف مثلا في الإسلام، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبعد كده بيجري بقى بيحصل الحساب في حضرة رب الآخرة اللي هو أزير، وحضور 42 قاضي مقدس يمثلون أرباب عواصم الأقاليم اللي هم ال 24 الأقاليم المصرية. وبيقوم على تقييم الحسنات والسيئات رب الكتابة والحكمة تحوتي. ويسيطر على اللوحة بقى نتيجة وزن القلب، ونتيجة دفاع المتوفى عن نفسه أمام الأرباب وأمام الإله الأكبر أزير. وبعد كده بتحدد مصيره إما إلى جنة ذات برك وغدران وزروع ترتفع سيقان سنابلها إلى 7 أذرع، يعني حاجة مهولة، حاجة كبيرة مش موجودة في الدنيا، وإما إلى جحيم تتنوع فيه بقى صور الحرمان والفزع وأذى الوحوش والحيات والنيران. وبيبدأ المتوفى يتنصل من آثام الدنيا أو من ذنوب الدنيا في دفاع إنكاري طويل. يقول في بعض العبارات إيه بقى؟ لم أرتكب ذنبا ضد الناس، لم أضلل الرعية، لم أرتكب إثما في دار الحق، ما قسوت على فقير، ما حرضت عبدا على سيده، ما أمرضت إنسانا وما أبكيت إنسانا، لم أقتل ولم آمر بقتل، لم آتي اللواط، لم أطفف الكيل ولا الميزان. وبعد ما ينتهي من حديثه الطويل يعلن طهارته ويقول بقى إني طاهر طاهر طاهر، ونقائي نقاء طائر البنو الكبير في أهنسه. فسبحان الله نشوف إن القيم العليا في أغلب الأديان وفي أغلب الحضارات الراقية
بتكون تقريبا واحدة. يعني مع اختلاف بقى مدى استمرارها ومدى العمل بها. لكن احنا بنشوف ان الراجل بيقول ايه: ما قتلتش ولم أأمر بقتل، وما عملتش الشذوذ، ما قاصدش او لم اقسو على فقير، وما حرضتش عبدا على سيده، وما امرضتش انسان، وما تسببتش في بكاء انسان. فشوفوا قد ايه كان تخيل الانسان المصري القديم للحساب والمسؤوليه عن اعماله في الدنيا. وهنا بتنتهي الحكايه، وشكرا لكم ونشوفكم على خير.